عشاق الفسيخ وجمال الفسيخ، احنا في الشتاء يا دوب نلحق الفسيخ بقى السمين المبطرخ، اللي بيحبه مخلي واللي بيحبه زي ما هو، وبيبقى خاف يعمله في البيت ومش عايز يشتريه من بره، سعره عالي جدا جدا. شايفين بقى الفسيخ وجماله، هنتعلم كل اسراره ازاي من اول ما نغسله لحد ما يطلع بالجمال ده. شايفين جماله؟ فسيخ فعلا يعني اللي هو ايه، زي الزبدة زي ما بنقول، وملحه مظبوط جدا، وهعرفكم ازاي تطلعوه دلع او مظبوط او زي ما بتحبوه. سهل جدا وبسيط من اول ما نغسله لحد ما نطلعه فصوص زي ما انتوا شايفين كده. شايفين جماله؟ الفسيخ لو ما بقاش لونه بينك كده وزي القمر يبقى ايه؟ ما يتاكلش. اول حاجة هنجيب البوري بتاعنا، لازم يبقى طازة ما يبقاش مجمد، تمام، ونغسله كويس جدا، ولازم تبقى الخياشيم والعينين بتاعته حمرا. شايفين السمكية باين عليها فريش ازاي؟ تمام. هنجيب السمك بتاعنا ونحطه في مصفى زي ما احنا شايفين، بس كده راسه لتحت عشان يتصفى. اول سر من اسرار الفسيخ، لازم يتصفى. لو ما تصفاش كويس يعني ممكن يدينا طعم مش حلو، ممكن يبقى معرض لا قدر الله انه يبوظ. هسيبه كده في مكان معرض للهواء، او ممكن اشغل قدامه مروحه. ولازم خطوه مهمه جدا، لازم اغطيه بكيس بلاستيك عشان ما يجيش عليه دبانه او اي حاجه، لان لا قدر الله لو جت عليه دبانه او اي حاجه ممكن تسيب عليه حاجه يعني، فممكن يبوظ. قعدنا هنا حوالي 4-5 ساعات، احنا هنا في الشتاء دلوقتي. بعد شوية هتلاقوا شايفين السمكة قددت كده ونشفت. طبعا انا بحط في الخياشيم مناديل عشان تمتص اي دم، وكنت بغيرها تقريبا كل ساعة لحد ما تبقى ناشفة تماما، وهتشوفوا ان الطبق فاضي زي الفل ما فيهوش اي حاجه. تمام. اهم حاجه لازم الفسيخ ينشف ويتصفى ويقدد كده زي ما انتم شايفين، بس طبعا اوعوا خلي بالكم السمكه ما تتنفخش عشان ما تبقاش خلاص كده تحولت انها بقت بايظه. هجيب السمك بتاعي ولازم اطريه من هنا، اكيد الفكره واصله لكم. و بضغط عليه من الجنب كده بحيث ان انا اخلخل اللحم شوية، وكمان ما تضغطوش قوي من ناحية البطن عشان ما تفرقعوش المرارة وفي الاخر تاخدي فسيخ مر. من الجنب كده بالراحة خلخلي اللحم بره الشوك، وبدلكه كده زي ما انتوا شايفين عشان في الاخر نشوفه طري وزي الزبدة زي ما هتشوفوه في الاخر. تمام. هخلص الكمية بتاعتي بقى ونيجي بقى نعمل ايه. معايا ملح خشن اللي هو الملح الرشيدي، ده موجود عند العطارين وسعره رخيص جدا. ده ملح تقدروا تخللوا بملح بس، او انا حاطه معلقه صغيره ممسوحه، معلقه الشاي من الكركم وزيها من الشطه. على ايه؟ على دول كانوا 3 كيلو ونص من السمك، يعني كانوا حوالي 7 سمكات. بملى الخياشيم كويس جدا، املوها ملح كويس جدا وكبسوها كده، وكمان البق. بجيب كيس ابيض يكون شفاف واحط فيه برضو شوية ملح. شايفين اهو، انا بكررها لكم هنا وهنا، اظن الصورة اوضح. هحط الملح، ما تخافوش مش هيطلع حادق خالص، اللي بيتحكم في طعمه ونسبة الملوحة بتاعته. ما تنسوش البق ضروري، عدد الايام اللي بنسيبها في التخليل او في الملح، مش كمية الملح، لان لازم الخياشيم تتملي كويس والبق. وزي ما قلت لكم حاولوا الكيس يبقى شفاف او ابيض، وهنحط في ارضيته ملح. هكمل الكمية بتاعتي بقى، وبحط السمك كده. شكله اصلا وهو ني فعلا شكله يفرح، وهحطه كده يعني ايه عكس بعض، راس وديل زي ما بيقولوا. وهخلص الكمية بتاعتي وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. احلى فسيخ تاكلوه اللي احنا في الفتره دي، يا دوب الحقوا بقى الفسيخ السمين بتاع الشتاء. احلى بوري ممكن تاخدوه. انا مش بفضل خالص ان انا اعمل فسيخ في الصيف، اعملوه من دلوقتي وشيلوه في الفريزر عشان العيد وشم النسيم، هيعجبكم جدا جدا. وهقول لكم ازاي نشيله ونحتفظ بيه في الفريزر. بحط السمك بقى كده وما تسيبوش فراغات، زنقوه كده في بعضه. حطيته، خلصت ال7 سمكات زي ما انتوا شفتوهم كده، راس وديل. تمام. وباقي كمية الملح هحطها فوق زي ما قلت لكم. حطوا ملح ما تخافوش. ولو عايزين المقادير بالجرام بالظبط، كيلو السمك بياخد في حدود 200 جرام. بس هو ملهاش مقادير، هي الفكرة حسب ما الخياشيم تتملي وتتكبس بالملح كويس.
خلاص خلصنا. دي بقى ايه؟ كوبايه زيت، ودي اختياري تماما. كوبايه زيت ليه؟ لان انا عندي 3 كيلو ونص سمك، يعني بما يعادل ربع كيلو، اسفه يعني ربع كوبايه. لو هنعمل كيلو من السمك يبقى ربع كوبايه زيت. وانا ساعات ما بحطش زيت، انا بس حطيت الزيت لان الفتره دي كان الجو ساقع جدا، والسمكتين اللي فوق دول كمان حجمهم كان يعني ما كانش كبير. خلاص السمك ده حجمه قد ايه؟ السمك ده حجمه من نص كيلو ل 650 جرام، يعني تقريبا كان سمكتين، السمكتين كانوا عاملين كيلو 100 كيلو 200 جرام. هحطه بقى في كذا شنطة، اكيد انتوا فاهمين قصدي، ولازم اخرج منه الهواء كويس جدا. واول شنطة بربطها كده، وهفضل بقى احطه في كذا شنطة يعني 5 6 7 شنط. كمان غلفته بكلينج فيلم كده زي ما انتوا شايفين، وبقت الجريمة كلها دلوقتي. وكمان غلفته بفايل عشان اضلم عليه خالص، لان هو بيحتاج حاجة تكون ضلمة. تمام. عدى 15 يوم دلوقتي، وهنفتحه دلوقتي ونشوف شكله ايه. عايزه اقول لكم الفسيخ ما تحطوهوش ابدا في درج الاسفه في فرن البوتاجاز خالص، حطوه في ضرفه او مكان يبقى ضلمه، لان انتوا لو حطيتوه في فرن البوتاجاز بيبقى سخن، والفسيخ هتلاقوا في الاخر جوه، اللي جرب هتلاقوا فيه نقط بيضه. هي مش خطر ولا فيها اي حاجه، بس ليه؟ حطوه في اي ضرفه عندكم كده مش مستخدمه. كمان حاولوا تحطوه في علبه، لانه هينزل ميه. انا ما كانش عندي علبه في تاخد اللفه دي، فكل شويه كنت بحطه في شنطه كبيره. شايفين بقى شكله من جوه عامل ازاي؟ بصوا بينك ووردي وكهرمان. شايفين فصوص اللحم وسمين كده وجميل جدا. في ناس بتحب الفسيخ المبطرخ، انا مش بفضل قوي، لان يعني ايه، ساعات الفسيخه لو او البوريه لو يعني ساعات لو فيها بطروخ ساعات بتبقى ناشفه سنه. لكن الفتره دي الفسيخ شايفين دي ما شاء الله، شايفين بقى عامل ازاي؟ فسيخ سمين جدا، او بوري كان سمين جدا. بفتحه بقى بشيل الراس، واسهل طريقه شايفين دي مش امعاء بس، دي كمان كان العنقود السمنه او الدهن بتاع السمكيه البوري. بجد كان سمك حلو جدا، وفعلا طالع زي الزبده. شايفين فصوص اللحم؟ اسهل طريقه بقى لتنظيف الفسيخ ان انا بشيل الراس وبفتحه كده، وبشيل الحاجات اللي مش مستحبه دي بمنديل، واظبطها بالسكينه. وطبعا في ناس غاويه تاكل السمكيه مفتوحه، يبقى في الحاله دي لازم هنشيل القشر، بس استحمله بقى لان هو هيطير في كل حته. شايفين السلسله بقى بتطلع بمنتهى السهوله ازاي؟ طبعا مش هقول لكم، انتوا عارفين السلسله دي بتتعمل فيها ايه غرقوها ليمون بقى، ويعني انتوا فاهمين. فالسمكيه بقى في ناس بتحب تاكلها مفتوحه كده، ولازم بقى نشيل القشور من بره. ده لو انتوا بتحبوا تاكلوها كده. انا بقى من المدرسه اللي ايه، احب اكل بمزاج، فبحب اخليها كلها. بيبقى جنبي علبه بخلي الكميه كلها. هو عايزه اقول لكم زي الزبده، كان بيطلع بايدي بمنتهى السهوله. او ممكن ايه اسهل طريقه برضو ان احنا نطلعه زي ما انتوا شايفين كده بالمعلقه. بصوا في ثواني هتبقوا خليته بقى يعني الكميه اللي انتوا عايزينها. كيلو الفسيخ دلوقتي واصل ل 330 جنيه. تمام، في الاماكن المعروفه الكويسه اللي انتوا تجيبوا منها وانتوا مطمنين. طيب انت لو جبتي البوري دلوقتي ممكن تلاقيه ب 130 و140 و150، لان انت هتجيبي بوري مزارع. لا يفضل بوري البحر قوي في التخليل. شايفين ما شاء الله زبده؟ عارفين الزبده؟ لونه بينك وزي الكهرمان. نسيت اقول لكم بقى على الملح. انا سبته قد ايه؟ سبته بالظبط 15 يوم، يعني عملته يوم جمعه الصبح، فتحت عليه الجمعه اللي بعدها، لا اللي بعدها بقى، يعني جمعتين بالظبط 15 يوم، وهيطلع مظبوط جدا. 10 ايام هتلاقوه دلع قوي. يعني اللي بيحبوا كده اوكي، بس انا ما بحبوش دلع قوي، لان يعني بحس انه ملوش طعم قوي، او طعمه مش واضح كده. مظبوط جدا، ولا هتلاقيه حادق ولا اي حاجه. وادي بقى اللي بيحبه مفتوح، حطيت عليه شويه زيت زي الزبده. جربوه هتدعولي، واي سؤال انا معاكم. يلا اعملوه بقى من دلوقتي، يا اما تخلوه وتشيلوه في علب كده في الفريزر عشان العيد ان شاء الله. شايفين الحاجات البيضه دي كانت السمنه اللي فيه. او ممكن تشيلوا الفسيخه زي ما هي، تغلفوها كويس قوي وتحطوها في الفريزر. بس انا بحبه اشيله في علب مخلي كده، وغطوه كويس قوي بالزيت. ما تحطلوش زيت قليل عشان لونه ما يغيرش ولا يأكسد. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك ضروري، وتدعموا الفيديو عشان فعلا الفيديو كان متعوب عليه. جربوه على طريقتي هتدعولي وهيعجبكم جدا. جربوه بالهنا والشفا. كل سنه وانتم طيبين.